السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم دائما معايا في قناتي قناة هاجر ديليس. كنرحب بكم وكنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. نقترح عليكم اليوم هذه السلطة الرائعة، سلطة منعشة بمكونات جد مغذية، الشكل ديالها كيشهي، مذاق ديالها رائع، كتوالم مع فصل الصيف الفصل الحار اللي كنقلبوا فيه دائما على وصفات اللي يكونوا خفاف وكيبردوا علينا. ممكن تقدموها كمقبلة أو كطبق رئيسي لأنها كتشبع وجد جد مغذية. خليكم معايا باش تشوفوا شنو حضرنا في هذه الوصفة. غادي نحتاجوا في هذه الوصفة إلى إبلي أو القمح. هنا أول مرحلة غادي نسلق الحبوب ديال الإبلي في شوية ديال الماء وزيت الزيتون. الكمية اللي غادي نستعملها هي كمية قليلة، حوالي 4 ديال المعلقات ديال الإبلي على حسب عدد أفراد الأسرة وعلى حسب الكمية اللي بغيتوها، لأنني غادي نضيف مكونات أخرى فما بغيتش يكون إبلي هو الغالب في الوصفة. ممكن استعمال بدل إبلي أي نوع ديال المعجنات اللي يكونوا هكا رقاق وصغار في الحجم. وغادي ندوز باش غادي نشحر شوية ديال القمرون أو الكروفيت اللي كيجي لذيذ بزاف في هذه الوصفه. عندي 200 غرام ديال الكروفيت، غادي نشحرها في شويه ديال زيت الزيتون. ما كنضيفوش الملح حتى لاخر الوصفه باش ما تجيناش السلطه مالحه بزاف، يعني باش نعرفوا قياس الملح اللي غادي نتبلوا به هاد السلطه. نخليو الكروفيت يتشحر ونحاولوا اننا ما ندوزولوش الطياب باش ما يجيناش قاصح ويبقى لنا ديما فتي. ندوزو للعناصر الاخرى. هنايا في واحد لو بول غادي ندير الكريفات اللي شحرته ونخلي شويه ديال الحبيبات باش نزوق بهم في فوق فاش نمونطي السلطه. وغادي نضيف هذاك ابلي اللي سلقته، وحتى هو ما ندوزولوش بزاف الطياب باش يبقى شاد راسو، وفاش كيتسلق مباشره كنديروا عليه الماء بارد باش يبقى شاد راسو. وهنايا واحد حبه ديال الخيزو كبيره حكيتها في الحكاكه الغليظه. وهنا عندي كميه ديال الذره مايس، عندي لي طوماط سوريس قطعتهم، حيدت لهم البذور ديالهم وقطعتهم قطع صغيره. وعندي سلطه ديال الخس حتى هي قطعتها قطع صغيره. فهاد السلطه ممكن انكم تفنوا فيها وتضيفوا فيها داكشي اللي بغيتو. وعندي 2 حبات ديال لافوكا اللي قطعتهم حتى هما قطع صغيره وعصرت عليهم شويه ديال الحامض. وصافي. بالنسبه للتتبيله ديال السلطه فقط ملح وزيت وحامض او الخل الابيض. فهاد السلطه ما نديروش مايونيز لان المايونيز كتجي ثقيله، وخاصه ملي كنستعملوا معجنات او ابلي او لا، فمن الاحسن اننا ما نديروش المايونيز، كتقلها وكتغطي على الطعم ديال العناصر اللي كونوا درناها في السلطه. غادي نعصروا هكا الحامض وحتى الخل حتى هو كيجي زوين. صافي كما كتشوفوا سلطه جد سهله، ولكن المذاق ديالها صدقوني فهو رائع جدا وكتشبع. يعني شي مرات الواحد كيبغي ياكل شي حاجه خفيفه خاصه في العشاء، يعني كتبقى كوجبه عشاء بوحدها، فهي كتشبع وكتكون مزيانه زعما ما كتقلش على المعده. وصافي كنخلطوا هاد المزيج ديال الالوان كيعطيك شهيه انك تاكلي. وحتى الاطفال اللي ما كيبغيوش ياكلوا هكا الخضر والسلطات، يعني هذه راه غادي اكيد غادي تعجبهم. غادي نزيد واحد الاضافه اللي هي علبه ديال التونه، نضيفها في الاخير باش يبقاو لي هذوك الطريفات ديال الطون، يعني هكاك صحاح، يعني ما كيتفرتكليش داك الطون وسط السلطه. كنفضل انني نضيفه في الاخير ونخلي شويه منه باش نزين به من فوق. وصافي هي هذه السلطه ديالي. انا غادي نجيب الطبسيل فاش غادي ننزلها هاد السلطه هذه. نتمنى انها تكون عجباتكم.
وتجربوها وتعطيونا الرأي ديالكم فيها. هذه الوصفه ديال اليوم، نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم وتكون لا فيديو خفيفه ظريفه على قلوبكم. وكنتسنى منكم الدعم والتشجيع. اللي معايا في القناه كنجدد بهم الترحيب، واللي ما مشتركش في القناه كنتمنى انه يشترك ويفعل الجرس. ونتمنى انكم تدعموني دائما، وشكرا، والى فيديو اخرى ان شاء الله. مع السلامه.